ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نغير واجهه الكوريل درو بواجهه تكون مظبوطه، فيها على الاقل الاختصارات وفيها الحاجات دي كلها، او طريقه نظام الواجهه نفسه يكون شبه اللي عندي على الاقل. تمام، لان مثلا ممكن تكون انت شغال في مكان او قعدت تعدل في النسخه بتاعه الكوريل وترتب في حاجات معينه وبتاع ده كله وتظهر حاجات وتشيل حاجات. تمام، وجيت مثلا عملت نسخه للجهاز وكل الكلام ده راح. ازاي نقدر نحتفظ بالكلام ده؟ او ازاي تاخد مثلا واجهه زي اللي عندي دي كده اهو وتخليها عندك بنفس تفاصيلها، بحيث على الاقل تقدر انك تطبق الشرح. لو حابب مثلا انك تطبق نفس الشرح، بتبقى الحاجات دي كلها ظاهره وموجوده بدون اي مشاكل. تمام. في البدايه لازم تبقى عارف ان الكورل نفسه بقدم لك حاجه زي كده اوريدي جاهزه. تمام، يعني انت لو دخلت هنا على ورك سبيسز هتلاقي هنا في اللايت، وهتلاقي هنا الاذر، هتلاقي في حاجات هنا موجوده، وفي هنا سبيشاليتي هتلاقي عندك الادوب الستريتور. تمام، قريب من واجهه الالستريتور شويه. تمام، طب انا دلوقتي عملت الواجهه بتاعتي وظاهر حاجات معينه، الدنيا تمام، وعاوز اديلك الواجهه دي بحيث انك تستخدمها، او لو انت مثلا شغال مع حد او في حد انت تعرفه عامل واجهه كويسه والدنيا مترتبه وعايز تستخدم نفسها، تيجي عامل ايه؟ تخش هنا على ورك سبيسز، تخش هنا على الترس اللي فوق، وبعد كده ورك سبيسز بالشكل ده، وبعد كده بتضغط على اكسبورت. تمام، وهنا بيقول لك انت عايز تخليه يعمل الشورت كات والستيتس والمنيو والدك كل الحاجات دي، اقول له مظبوط. بعد كده ضغط على اكسبورت. تمام، وبعد كده هنا بسميها مثلا وليكن اي حاجه، هنا نخليها تسميها ايه مثلا؟ مازن العجوز، مازن العجوز بريسيت. تمام، وبعد كده بضغط على سيف. هيبدأ ان هو يحفظ، استنى عليه شويه. تمام كده حفظ ودنا تمام. طب دلوقتي انا عاوز استخدم بقى دي، ده الحركه اللي انت هتعملها لو انت حابب انك تعمل نفس الواجهه بتاعتك. هسيب لك اللينك بتاعها ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو ده او في اول كومنت. هتيجي هنا ضغط هنا على امبورت. تمام، وهتختار مازن العجوز بريسيت، ايا كان بقى انت بتخليها على سطح المكتب، بتيجي داخل على سطح المكتب تبدا انك تعملها، وبكده انت غيرت الواجهه بتاعتك في كلمه الا كلمه بكل الاختصارات، ايا كان بقى الاختصار الموجود. يعني مثلا حوار الويلد اللي انا قلت عليه قبل كده ازاي تعمله، هتلاقي برضو الفيديو بتاعه. لو انت حابب تعدل زرار تاني، هتلاقي بقى في شويه حاجات كده. يعني الواجهه بشكل عام رايقه وجميله وكويسه وفيها الحاجات اللي انت محتاجها كلها. بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن العجوز، وسلام عليكم.